كلامنا من القلب للقلب، كلامنا لكل أفراد أسرتنا، ومعاكم دايما في بيت العز. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد وبيت العز. ضيفتنا النهارده دكتورة حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. أهلا بيكي معنا يا دكتورة حنان. اهلا بحضرتك. دكتورة حنان، موضوعنا النهارده عن حوض المطبخ. انت اللي نبهتينا للنقطة دي وحبيتي تتكلمي فيها مع السادة المستمعين. حوض المطبخ، الادوات اللي احنا بنغسل بيها الصحون، سواء الاسفنجة سواء اي ادوات بنستخدمها، في كلام كتير عليها. بالظبط. هو اولا ده موضوع يعني بيشغل كل بيت. المواعين دي مشكله ازليه ما بتخلصش، ودايما بتعمل مشاكل في البيت. مين اللي هيغسل مواعين؟ وبتبقى حتى في رمضان بتبقى يعني ازمه كبيره كل الاوقات يا دكتوره. بالظبط. بالنسبه لربة المنزل هي تقريبا متهيألي اكتر شغله فيها معاناه غسل الصحون او غسيل المواعين. صح. فالدراسه دي بقى اهتمت بالقصه دي، بس الدراسه دي يعني في علماء هم اللي اتكلموا فيها، وبعدين خدوا راي، او في ناس يعني ربات منزل قالت رايها بشكل مش علمي. فاحنا هنشوف مع بعض كان انهي الراي المرجح اكتر يعني. الاول الدراسه دي قعدت تفكر انه هل يا ترى الفرشه اللي احنا فرشه لها مقبض وايد، هل هي الاحسن او الاسلم في ان احنا نستخدمها في غسل المواعين، ولا الاسفنجه اللي احنا بنمسكها بايدينا؟ فبداوا يعملوا تجارب على دي ويعملوا تجارب على دي، فلقوا ان الفرشه اللي لها مقبض دي اقل فرصه ان يتراكم عليها البكتيريا. فاحنا ممكن لو غسلنا المواعين بفرشه هنبقى احنا بنمسكها من مقبض، مش هنمسك الاسفنجه بايدينا. بالظبط، الاسفنجه بايدينا، فننقل لها البكتيريا. الحاجه الثانيه انها اسهل في انها تجف، لان الدراسه دي لقت انه الوجود الميه او الرطوبه، البيئه الرطبه دي حوالين الاسفنجه هي اللي بتساعد على ان البكتيريا اللي موجوده عليها انها تبتدي تتكاثر. الدراسه قالت بداوا يرجحوا انه لا نستخدم الفرشه، بس طبعا بداوا الناس ترد عليهم، يعني ربات منزل عاديين بقى ما لهمش اي علاقه بالجزئيه استخدام الفرشه صعب. استخدام الفرشه صعب بالظبط كده. انا مش هقدر ان انا استخدم الفرشه واعمل الاطباق، رغم انه العلم اثبت انه لا هي اقل في عدد البكتيريا، لكن انا ما اقدرش ان انا استخدم الفرشه، وعليه انا مش هستخدم الفرشه، انا هفضل استخدم اسفنجه المواعين. فكان العلماء اللي عملوا الدراسه دي كان عليهم ان هم يفكروا، طيب الناس مش هتقدر تستخدم الطريقه دي، هتستخدم برضو اسفنجه المواعين، طب نقول لهم ايه الطريقه اللي ممكن على الاقل نقلل بيها البكتيريا اللي بتبقى موجوده على الاسفنجه. فبداوا يشوفوا عده عوامل، يعني جربوا كذا حاجه، ان هم يعملوا مثلا يحطوا الاسفنجه على الحوض اللي هو مبلول، يعني ما ينشفوش الاسفنجه، يحطوها زي ما هي مبلوله كده على الحوض. لقوا ان البكتيريا بتبقى عليها كبيره جدا، عددها كتير جدا ومتراكمه عليها بشكل كبير. وحوض المطبخ عامه بيبقى على طول مبلول بالظبط، لان حتى لو مفيش غسيل مواعين في حد هيخش يفتح حنفيه وفي ميه هتنزل بالظبط، فطبيعي ان الحوض ده دايما مبلول. هيغسل مثلا حاجه من الخضروات، هيملى ميه، اي حاجه، فطبيعي ان الحوض دايما مبلول. فهم خدوا التجربه دي الاولانيه، لقوا ان الحوض لما بيبقى مبلول والاسفنجه محطوطه عليه بيتراكم عليه بكتيريا كتير جدا. فبداوا ان هم يفكروا ان هم يحطوها مثلا في كيس بلاستيك. لقوا ان وجودها في كيس بلاستيك وقافلين عليه بالعكس ده زود البكتيريا، لانه احنا قافلين عليها، البيئه اللي جوه بيئه رطبه ومقفول عليها، يعني منع عنها انها يبقى في تجدد للهواء، فابتدت البكتيريا انها تتكاثر اكتر. فلقوا ان الفكره دي فكره غلط جدا ان احنا نحطها في حته مقفوله، فدخلوها في الميكروويف عشان يسخنوها ويخلصوا من كل الميه اللي فيها. لقوا ان فعلا الميكروبات بتقل، بس انا مش معقول هقول لربة المنزل دخلي الاسفنجه بتاعتك في الميكروويف. فلقوا ان انا مثلا لو حطيت الاسفنجه على طبق بلاستيك او على الحامل اللي بيتحط، هو دلوقتي بقى بدا ينزل في السوق ان يبقى في حامل بيرفع الاسفنجه كده عن السيراميك بتاع الحوض او عن الارض بتاعه الحوض. فانا بحط الاسفنجه بحيث انها تصفي ميتها، فما تبقاش على السطح المبلول، وفي نفس الوقت هي تفقد الميه اللي عندها، تفقد الرطوبه بتاعتها، فتقل التكاثر بتاع البكتيريا اللي موجوده عليها. فلقوا ان دي فكره كويسه ان هم يبتدوا يقللوا البكتيريا اللي بتبقى موجوده على الاسفنجه بتاعه المواعين. وهو لو خد الاسفنجه ونشفها خالص واستخدم واحده تانية طبعا هيبقى اقل، بس مش قادر يقول لربة المنزل او للناس اللي بتستخدم المواعين دي اعملوا كده، انه انا عشان اغسل المواعين استخدم بالظبط. وبعدين اصل كمان مش بتغسل مواعين مره واحده في اليوم بالظبط كده. فهو عمل كل التجارب دي، يعني في الدراسه دي العلماء دول عملوا كل التجارب دي، ان هم غسلوا المواعين باسفنجه واحده ورموها وجابوا اسفنجه جديده. طبعا دي بتقلل جدا، بس انا مش هقدر اقول، يعني هو برضو العلم لازم يخدم الحياه العمليه بتاعتنا.
انا مش هقدر اقول لربة المنزل اغسلي المره الواحده بالمواعين، اغسلي باسفنجه واحده وبعدين ارميها، فلقوا ان الفكره دي مش هتنفع. فالفكره اسلم فكره ان انا احاول اجنب الاسفنجه باكتر قدر ممكن او اكبر قدر مستطاع، اجنبها انها تكون في الرطوبه، انها تبقى محطوطه على حاجه عاليه مش على الجسم بتاع الحوض وهو مبلول، حس ان الحاجه العاليه دي هتمنعها من انها تكون موجوده على الحوض وهو رطب، وفي نفس الوقت هتبتدي تصفي ميتها، فالبكتيريا اللي عليها هتبتدي النشاط بتاعها يبقى قليل جدا والتكاثر بتاعها يبقى قليل جدا، فنبقى حصلنا على اقل عدد من البكتيريا عليها. حلو قوي. المفروض ربة البيت تغير السفنجة دي كل قد ايه يا دكتورة حنان؟ الدراسه برضو اتكلمت في الحكايه دي، لقوا ان هو عملوا تجربه طبعا على يعني مدد زمنيه متفاوته، لقوا انه اسلم وقت علشان البكتيريا دي ما تبقاش ممثله مشكله كبيره ان احنا نغير الاسفنجه من اسبوعين ل3 اسابيع. حلو قوي كده. بالظبط كده، بحيث انه التراكم بتاع البكتيريا ما يبقاش للحد اللي ممكن يخلي عدد كبير من البكتيريا موجود. في حاجه برضو مهمه الدراسات دي اكدت عليها علشان برضو الناس ما تتفزعش، ان البكتيريا اللي بتبقى موجوده على الاسفنجه دي مش بكتيريا ممرضه. ما انا كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده. حد يقول لك طب يعني البكتيريا دي هتعمل ايه؟ اصل انا بغسل المواعين بصابون وميه احيانا سخنه كمان. بالظبط. ايه اللي هيحصل؟ بالظبط، هي مش بكتيريا ممرضه، لكن هي بكتيريا يعني بتنتقل من حته لحته، فممكن هي لو انتقلت من مكان لمكان 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 ممكن يعني يحصل لها تغيير او تتفاعل مع الحاجه اللي هي هتنتقل اليها فتسبب مرض، لكن هي في طبيعتها هي مش ممرضه. ايه بتنتقل من مكان لمكان يا دكتوره حنان؟ يعني ربة المنزل مثلا بتمسك الاسفنجه بعد ما خلصت المواعين، لو هي هتحطها في حته رطبه بقى وهتتكاثر البكتيريا وتعمل النشاط بتاعها، هتمسك الاسفنجه تاني وتغسل المواعين بايديها. ايديها دي ممكن لو هي نقلتها لحاجه تانية، يعني استخدمت ايديها في اي حاجه في البيت هتنقل البكتيريا دي لحاجه تانية. فتحت، جابت مثلا براد، جابت كنكه، جابت حاجه مسكتها بايديها، اي من ادوات المطبخ. بالظبط كده، فانتقلت البكتيريا دي لادوات المطبخ. بالظبط كده، وبالتالي ممكن لما اي حد يجي يستخدمها من اهل البيت هتنتقل البكتيريا لايده برده. مثلا تحطها ايدها على مخده، على لو غسل ايديها كويس مثلا بالميه والصابون برده هتبقى موجوده. لا لو غسلت ايديها كويس تمام، بس انا هي ربة المنزل ساعات فعلا هي مش بتبقاش مركزه في الحاجات دي. بالظبط كده، يعني هي بتغسل مواعينها ممكن بطبيعه في حل على البوتاجاز بالظبط كده، بالظبط بطبيعه التصرف جوه المطبخ. ربة المنزل مش هتقعد كل ما تيجي تعمل حاجه تغسل ايديها وبعدين تروح تعملها، ممكن تتعامل بايديها وهي يعني فيها البكتيريا اللي كانت موجوده في الاسفنجه دي. فاحنا عشان كده بنحاول نقلل اكتر قدر ممكن البكتيريا اللي موجوده على الاسفنجه دي، بس برضو بنأكد ان هي بكتيريا غير ممرضه عشان ما حدش يتخض. احنا بنقلل بس اكتر عدد من البكتيريا اللي ممكن تنتقل. مش هتسبب اي مشاكل صحيه؟ لا خالص، مش بتسبب اي مشاكل صحيه ومش مضره خالص. تمام. بالنسبه برضو الاسفنجه يا دكتوره حنان، في بعض السيدات تعمل ايه؟ يعني الاسبوعين دول او اسبوع وتاخد الاسفنجه تستخدمها في الحمام. لا يا نهار ابيض، دي مشكله كبيره جدا. كتير جدا بعمل كده، يعني بدل ما ترميها يعني انا بستعجب، وسمعتها لناس كمان ان بعد يعني خلاص استخدمت مثلا سفنجه المطبخ دي اسبوع، تمام. مش هقول لك اسبوعين، تمام. اسبوع بدل ما تترمي بتاخدها تستخدمها في الحمام. لو احنا هناخدها زي ما هي كده ونستخدمها في الحمام ده غلط. احنا ممكن نعمل بقى الفكره اللي هم قالوا عليها، ان احنا ننشفها كويس جدا. يعني مثلا نحطها في الشمس لحد ما تنشف، او ندخلها الميكرويف زي ما هم عملوا في التجربه. بس طبعا ست البيت مش هنقول لها كده، نقول لها حطيها في الشمس لحد ما تنشف. فاحنا وممكن الخامه بتاعت الاسفنجه ما اصل الاسفنجه دلوقتي موجود في السوق انواع مختلفه بخامات مختلفه. بالظبط كده، ففي خامات مش هتستحملش الميكرويف. بالظبط كده. فاحنا اسلم حاجه ان احنا نقول لها حطيها في الشمس لحد ما تنشف كويس قوي، تتاكدي انها نشفت تماما. ممكن تستخدميها في اي غرض تاني، لكن ان انا اخدها من مكان انقلها لمكان تاني دي حاجه يعني في منتهى الصعوبه. ليه بقى؟ لانه انت كده بتنشري البكتيريا اكتر زي ما حضرتك ذكرتي. بالظبط كده، مش في المطبخ. بالظبط كمان بنشرها في مكان تاني. المكان دوت فيه بكتيريته وحاجته اللي ممكن لو البكتيريا اللي هنا انتقلت مع البكتيريا اللي هنا تعملي مشكله بقى. هنا بقى يبقى في مشكله صحيه ساعتها. بالظبط، لا قدر الله، لا قدر الله ممكن يحصل تداخل. احنا مش عارفين اصل العالم بتاع البكتيريا دي حياه احنا مش شايفينها، دي حاجه غير مرئيه بالعين المتجرده. فانا ما اعرفش البكتيريا اللي هتنتقل من هنا لهنا هتتعامل ازاي مع البيئات مع بعضها. هناك البيئه مختلفه، رطبه اكتر طبعا من الحوض، الجو نفسه مختلف، في اصلا بكتيريا وفي فطريات اكتر كتير من الموجوده على الحوض بتاع المواعين. الحاجه الثانيه ان هي مش يعني مكان التهويه برضو في الحمام غير في المطبخ. التهويه بتختلف يعني بتختلف ما بين المكانين، وبتاثر على البكتيريا كمان وعلى التكاثر بتاعها. فلا طبعا دي حاجه غلط جدا. تمام. احنا بنتمنى السلامه الصحيه لكل الساده المستمعين، وبنشكر حضرتك دكتوره حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الاحياء الدقيقه بكليه العلوم جامعه الاسكندريه. شكرا ليكي دكتوره حنان. الف شكر لحضرتك. شكرا لكم اعزائي المستمعين، ولكم تحيات لميس سعيد هندسه اذاعيه، وتحياتي شيناز مصطفى.